في دروب الحياة تتقلب الأقدار. هذا يبتلى في ماله فيصبر فيرفعه الله درجات، وهذه تفقد عزيزا فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون فيعطيها الله من فضله. وهذا تضيق عليه الدنيا من كل جانب فيودع أمره إلى الله فيعوضه الله عوضا جميلا. هذا وهذه وتلك وذاك. أنت أين أنت؟ هل وقفت يوما راضيا بما قسمه الله لك أم تشاءمت كلما ابتليت؟ واعلم أن كل بلاء فيه موعظة وكل إعطاء فيه رزق، فتوكل على الله واعلم أنه لا يوجد أي شخص من البشر سيعطيك أمر ولو صغير إلا بإذن الله تعالى. وإذا ابتليت قل قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حسنا، توكل على الله.